ازاي اعرف نوع بشرتي علشان استخدم الروتين المناسب معاها. فيديو النهارده يا بنات هنتكلم فيه عن انواع البشره علشان كل بنوته تعرف بشرتها نوعها ايه، وبالتالي هتعالجها العلاج الصح. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا عملت الفيديو بتاع النهارده بناء على ان بنات كتير قوي بتجيلي المركز قبل ما اعمل السيشن بسالهم نوع بشرتك ايه، تقول لي مش عارفه، تقريبا حساسه، مش عارفه بس هي دهنيه. فانا قررت ان انا اعمل لكم الفيديو ده علشان نبدا اول خطوه من خطوات علاج البشره، وتكون خطوه صحيحه. اولا في 4 انواع من البشرات. النوع الاول بيكون البشره العاديه. البشره العاديه دي بتكون بشره عاديه في كل حاجه، ما بتعرقش قوي وبرده مش جافه قوي، ممكن يطلع فيها حبايه او 2 وبتعالج نفسها بنفسها، عاديه زي ما بيقولوا كده. تاني نوع من انواع البشرات هي البشره الجافه. البشره الجافه دي بتكون بشره شديده الجفاف، بشره دايما تحسي ان هي مشققه على طول، ناشفه سواء في الصيف او في الشتاء. في الشتاء بتكون ناشفه اكتر، ساعات بتعمل جلد وبري او طبقات جلد تحسيها ان هي بتقشر كده، عامله زي الارض البور اللي بتكون متشققه ومحتاجه تحطي عليها ميه علشان تترطب. البشره دي ساعات بيحصل فيها اكزيما من كتر الجفاف اللي بيكون فيها، كمان بتحتاج ان احنا نشرب ميه كتير، ودي تعتبر من اكتر البشرات المعرضه للعجز بسرعه. البشره اللي بعد كده او ثالث بشره هي البشره الدهنيه. البشره الدهنيه بتكون بالمعنى الفصحى كده ان هي بشره بتكون مزيته. بيجي لي بنات تقول لي بشرتي كلها مزيته. طبعا البشره المزيته بتكون اكتر بشره عرضه لطلوع الحبوب، بتكون البلاك هيدز اند الوايت هيدز، بتكون متبهدله، بيكون فيها اثار حبوب وحبوب ومشاكل كتيره جدا. البشره الرابعه هي البشره المختلطه، وهي بتكون منطقه التي زون. بتلاقي المنطقه بتاعت الجبهه والانف، وبتلاقي المنطقه بتاعت الدقن، هم اللي بيعرقوا كتير جدا، بتلاقي فيهم المشاكل، بتلاقي فيهم المسام، بتلاقي فيهم الحبوب، والحتتين دول كده بتلاقيهم حتت طبيعيه. طيب ايه هي بقى البشره الحساسه؟ مفيش حاجه اسمها بشره حساسه. الحساسه دي عرض يا بنات، مفيش حاجه اسمها انا بشرتي حساسه، لا، ممكن تبقى جافه حساسه. ومن اكتر البشرات اللي بتكون حساسه هي البشره الجافه، لدرجه ان هي ممكن توصل ان هي تعاني من الاكزيما. البشره العاديه ممكن تكون حساسه بس مش كتير. البشره المختلطه والدهنيه فين وفين لما بنلاقي حد بشرته حساسه، وممكن يكون نتيجه لتكوين الدهون والحبوب، فبالتالي بقت حساسه، لكن لما بتعالجوا بترجع بشره عاديه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ان شاء الله في الفيديو الجاي هكلمكم بقى مع اختلاف الفصول البشره الدهنيه ممكن تتحول لبشره مختلطه ازاي، واقول لكم على روشته العلاج لكل بشره وايه هي الغسولات المناسبه معاها. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. مع السلامه.